هادو كارثه، كارثه عظمى هادو. كاين شي واحد يبغي يبغى ولادو يتحرشوا بهم الناس. هادوي معايا جاوبوني. يجيو هاد الناس اللي حنا مدينا لهم المساعده فهمتيني، ويزعزعوا لنا الاستقرار الامني والنفسي ديالنا. لا، هادشي اللي واقع حاليا في المغرب وتونس وكل دول شمال افريقيا ولا بصح كيخلع. مهاجرين غير شرعيين نهار من بعد نهار كيتزادوا، ناس تشفروا ديورهم وتعرضوا للسرقه في الشارع من طرف هاد الاشخاص. في نظرك هاد الهجوم اللي دايرينو كل هاد المهاجرين الغير الشرعيين لكل دول شمال افريقيا، واش كله صدفه او كاين شي مخطط وراء هادشي كامل؟ واذا كان هادشي مخطط ليه شنو هي الحقيقه ديالو كامله؟ وعلما ان ماشي كل المهاجرين خايبين وما كيسواوش، كاينه منهم فئه كبيره وكبيره بزاف اللي داخله سوق راسها، بل اكثر من ذلك انها نافعه المغرب اكثر واكثر. لكن للاسف كاينه فئه اللي داخله باش تطبق دوك المخططات ديالها كاملين. Tout ce qui est Maghreb là, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, toute la clique là, hein, ils sont dans nos sols. L'Afrique a toujours été que noire. ومن بين هاد المخططات اللي كاين عند هاد المهاجرين الغير شرعيين كيقولوا انهم باغيين يستعمروا كل شمال افريقيا تحت شعار افريقيا للسود فقط. ففي نظرك شنو هو الحل اللي خاص يدار لهاد المشكل؟ وشنو هما الخبايا ديال المخططات ديالهم؟ مرحبا بكم في هذا الفيديو عند خوكم السائم. في اللي كنت عزيز عليك دير جيم وابوني وخلي لي الراي ديالك في الكومونتير ونبداو لا فيديو. كتاب كتار تكلموا على ظاهرة الاستعمار الافريقي للسواحل الاوروبيه، ومن بينهم كاين الكاتب رونو كامو اللي دار كتاب سنة 2011 وسميتو الاستبدال الكبير. هذا الكتاب كيتكلم عن الغزو الثقافي والديني والاجتماعي للمهاجرين القادمين من افريقيا والمتوجهين نحو اوروبا، واللي خلى ان هذا الكلام يصبح نظريه ويتنزل في الدستور اليميني الفرنسي، مما يعني ان فرنسا وبزاف من الدول الاوروبيه ولات خايفه بصح من ان هجره الافارقه تولي بصح وتكون هي الاغلبيه في العالم كامل، واللي غيمكنها من القضاء على كل بشر ذوي البشره البيضاء. حاليا ولينا كنشوفوا هذه النظريه بصح كتوقع. وغير باش نكونوا واضحين، واخا المغرب باقي فيه بزاف ما يتصلح، الا انه كيتعد من احسن البلدان اللي ممكن يعيش فيهم الشخص في افريقيا. بحيث غير كمعلومه، واخا المغرب صغير كيف ما كتشوفوا قبالتكم مقارنه بنيجيريا واثيوبيا ومصر وما غير ذلك، الا ان الناتج الداخلي الخام ديالو او الاقتصاد ديال المغرب كيتعد من الاولين في افريقيا، زائد على ذلك الاستقرار المادي اللي كاين في هذه البلاد، الشيء اللي كيخلي الكل يحط عليه العين ويبغي يجي ليه. لكن كيف ما كنقولوا الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده، بالاخص فاش ولينا كنشوفوا واحد الحركه منظمه من طرف هاد المهاجرين تحت شعار افريقيا للسود فقط. Ces gens-là nous méprisent, nous haïssent. Ils ont la haine facile à tout ce qui est Maghreb là, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, toute la clique là. Hein? Ils sont dans nos sols. L'Afrique a toujours été que noire. وقبل ما نحسوا بهذا الشيء في المغرب وتنوض عليه ضجه، لاحظنا هاد المهاجرين الغير شرعيين بكثره في تونس، بحيث كاين ارقام تقريبيه كتقول بان العدد ديال هاد المهاجرين الغير شرعيين في تونس واصلين لمليون لاجئ من 2011 حتى 2022. وباش ما نعمموش، هاد المهاجرين هم انواع وماشي كلشي بحال، وغادي نقسمهم لخمسه ديال الانواع. اول نوع هو النوع اللي كيقرا، وهذا النوع هو جاي باش يعطي واحد الاضافه، يعني شي حاجه زوينه. وثاني نوع هو النوع اللي جاي باش يخدم، وهادو كثر بزاف وبزاف. وايضا ثالث نوع هو النوع اللي جاي باش يمشي لاوروبا، يعني داير هاد الدول شمال افريقيا فقط طريق باش انه يمشي لاوروبا. اما الرابع نوع هو النوع اللي جاي باش يستثمر، وهادو في الحقيقه قلال بزاف. واخر نوع هو النوع اللي كندويو عليه حاليا في هذا الفيديو، وهو النوع اللي كاين حاليا بزاف في شمال افريقيا، واللي جاي لدول شمال افريقيا باش يستعمروها حسب ظاهره الانفروسنتريزم، اي المركزيه الافريقيه. وهذا النوع العنصري كيامن بان افريقيا كامله خاص يكون فيها فقط سود، انه احنا اصحاب البشره البيضاء كمسلمين وكعرب بلاصتنا خاصها تكون في السعوديه. S'ils ne veulent pas rester dans nos sols, ils n'ont qu'à retourner chez eux là-bas, chez leurs aïeux là-bas, en Arabie Saoudite. وإلا جينا نهضروا على تونس مثلا، فراه حاليا كتشهد واحد الغزو غير مسبوق اللي خلى ان رئيس تونس قيس سعيد يقال أن هناك تمييز عنصري، وأود هنا أن أتوجه إلى كل المسؤولين
أن أوصيهم خيرا بأشقائنا الأفارقة المقيمين بتونس بصفة قانونية. وزاد اعتبر ايضا في بعض من تصريحاته ان هذا الهجوم هو ترتيب اجرامي من مطلع هذا القرن لتغيير التركيبه الديموغرافيه لتونس وكل دول شمال افريقيا. وهذا الشيء خلى ان الحزب القومي التونسي نظم حملات ميدانيه لجمع توقيعات على عرائض ترفض وجود المهاجرين الافارقه في تونس، وتدعو ايضا لترحيلهم الى بلدانهم باش يتجنبوا خطر ارتفاع عددهم. وهذا الحزب كيعتبر ان المهاجرين الافارقه وهم فقط مسيرين لتنفيذ داكشي اللي كيتقال لهم حسب مخطط افريقيا للسود فقط. واخا كاينين حقوقيين اخرين بحال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه اللي كينتقدوا هاد الحمله اللي كتستهدف المهاجرين الافارقه وكيعارضوا بشده وكيقولوا بان هاد الشيء ظلم في حقهم، بحيث في عام 2018 تونس دارت قانون كيعاقب على التمييز العنصري وكيسمح لضحايا العنصريه كيف ما كان جنسه انه يلجا للقضاء. وهذه الحملات اللي كاينه حاليا في تونس واللي كتدعم ترحيل هاد المهاجرين الى بلدانهم كتعتبر حسب القانون التونسي عنصريه ومخالفه لما عندهم في الدستور. واخا انا شخصيا كيبان ليا بانه خاص يدار حد لهذا النوع اللي داخل بنيه خايبه، وما نستهلوش هاد الخطه اللي هما داخلين بها، حيت مادام هما مامنين بانهم باغيين يستعمروا كل افريقيا وان افريقيا يوليو فيها فقط اشخاص ذوي البشره السوداء، فخاص يدار لهم حد، حيت اصلا هما داخلين بفكر عنصري. هم يحبوا يغيروا التركيبة الديموغرافية لتونس. فدابا من بعد ما عرفنا المخطط ديالهم اللي هو غزو افريقيا كامله، فضروري غادي يكونوا عندهم اهداف اللي باغيين يحققوهم في نهايه هذا المخطط. وفي نظرك شنو هو هذا الهدف اللي غيخليهم يديروا هذا الهجوم الشرس ويكون عندهم هذا المخطط كامل؟ اول هدف واللي ذكرناه من قبل واللي هو الهجره لاوروبا وغزوها من بعد ما غيساليو الغزو ديال شمال افريقيا كامله وتولي فئه الاشخاص ذوي البشره السوداء هي الاغلبيه. واخا انا عارف بانه كاين منكم اللي كيقول بان هذا الشيء مستحيل يدار وصعيب، نتفق معاك على انه صعيب يدار في وقت قصير، وانما على المدى البعيد ديال 30 عام 40 عام 50 عام كل شيء ممكن مادام انهم عندهم خطه محكمه. وعددهم ماشي بالمئات وماشي بالالاف وانما بمئات الالاف. اما ثاني هدف اللي غيخليهم يديروا هكا وتكون عندهم هذه الرؤيه هو بكل بساطه عيش حياه كريمه اللي هما مفتقدينها صراحه، حيت حسب ما تيقولوا ان البلدان المتقدمه حاليا خدات كل ثرواتهم وهمشاتهم، الشيء اللي خلاهم واخا هاجروا وجاو البلدان شمال افريقيا باقيين عايشين نفس العيشه اللي كانوا عايشينها من قبل، وباقي كنشوفوهم حاليا بايتين في الشوارع وكياكلوا اللي كاين. ودابا عارفك غادي يطرح هذا السؤال، شنو هو الحل اللي نقدروا نديروه كدول اللي كاينه في شمال افريقيا باش نحدوا من هذا الخطر القادم؟ انا كيبان ليا بانه خاص تكون صرامه كبيره في هذا الموضوع، بالاخص فاش سمعنا بان اوروبا عطات 500 مليون ديال الدولار للمغرب باش تحبس عليها التدفق ديال المهاجرين غير الشرعيين لاوروبا. يعني خاص يكون حذر من هذا الشيء وما نستهلوش، وماشي من هبه ودب يدخل عندنا ويبغي من الفوق يستعمرنا. وهنا ما كنقصدش ديك الفئه من المهاجرين اللي داخله ومطبقه القانون، وانما كنقصد دوك المهاجرين الغير الشرعيين واللي عندهم نيه خايبه للبلاد، حيت اي مهاجر قانوني وكيحترم القانون مرحبا به والف مرحبا. وحد هنا غنكونوا سالينا هذا الفيديو، خلي لي الراي ديالك في الكومونتير على هذا الموضوع ومع السلامه.